هاي نسين، معكم إلينا وسارة. رجعنا لكم في حلقة جديدة من بودكاست عناد. موضوع اليوم كلنا عارفين عن إيش، لأنه سوت ضجة في السوشيال ميديا. زواج يومي كان على يد جورهان، وهو رجل أعمال تركي بجنسية بريطانية. الزواج كان مرة حلو الصراحة، كان مرة كبير. ما توقعت إنه يومي حتسوي زواج قد كذا، لأنه ديك المقابلة اللي سوتها لما قالت إنه أنا مستحيل أسوي شيء يعني كبير، وأنا إنسانة مرة سيمبل، واللي حيتزوجني ما حيتعب. بس يا أخي في فيديوهات تانية قاعد تقول أنتوا بس تصدقوني أنا كذابة. أنا كذابة. طيب نبدأ أول حاجة بالبري ويدنج. بس أنت ما حصتي شيء إنه الفترة دي كلهم طالعين بالبري ويدنج. أحس يعني قاعدين يسووها كأنه فرح. أحس بالنسبة لي لذة الفرح الحقيقي يعني الأخير إنه كذا راح يعني. بس شيء واحد يكفي أحس. أيوة، حتى أنا ما أدري أنتوا تتفقوا ولا لا، قولوا لنا. ولا هي يمكن قصدهم يعني زي يلا نفلها قبل ما نتزوج ولا إيش؟ طيب هو بيفلوا كمان في طيب هي الفلة هي ما أدري، خلاص براحتهم يا شيخ، عندهم فلوس والله خلاص. طيب نبدأ بالبري ويدنج. كان كل حاجة مرتب، الوان كان في ليك كومو في إيطاليا، يعني المنطقة هذه جدا تاريخية. إيجارها يوصل ل$200,000 دولار، متخيلين يعني السعر. واو. موجود المباني، القصور. انتوا لو تشوفوا الطبيعة، البحيرة أصلا لوحدها تاخذ العقل. طبعا كثير مشاهير يسووا هناك زواجاتهم وأفراحهم. أقربها جيف بيزوس الملياردير حق أمازون، ترى سوينا حلقة فروحوا شوفوها عشان تشوفوا التفاصيل. مرة كان واو. وشفت مين جاء كمان؟ فوز الفهد ونهى نبيل وسارة وغيث ودكتورة خلود. غريب شوية يعني، توقعت المعازيم حيكونوا ما أدري ناس تانيين الصراحة. قلت حلو كذا، غريب، عجبني. ما أدري، أحس الفايب كان حبي يعني، رغم الفخامة كان عفوي مرة. هذا أهم شيء يعني. من جد انبسطوا، واضح إنه انبسطوا، مو بس فرحوا كذا كشخة وما أدري إيش، لا انبسطوا. بالضبط. وطبعا شفت التوزيعات، أو ماي جاد، كلها من دولتشي إند جابانا يا جماعة، مرة حلو. كان عبارة عن مروحة وعطر، والتوت باج نفسه كان فيه قصر اسمه فيلا أبيرة، اللي هو القصر اللي سوت الزواج حقها فيه. يعني فخام على فخام. لا تنسوا الباستا عشان في إيطاليا طبعا أكيد في باستا. أكتر شيء عجبني في البري ويدنج، تخيلي كانت في عازفة فايلن قاعد تعزف في نفس الوقت يا جماعة في رسام قاعد يرسم على الفستان. أكيد شيء إنه كان قاعد يرسم يومي وقرهان، يعني هم كذا صغار كذا، مرة كان كيوت. مين تتوقع هياخد الفستان طيب دام في له صورة يومي وقرهان يعني؟ يا إنه حتخليها ذكرى. مين العازفة؟ لا طبعا يومي. إنه أنا وقرهان كذا، عارفة، أو يبيعوا. مكمن هو في نهاية آرت يعني، كان في آرتست كان قاعد يرسم، ممكن عازفة تبيعه. صح. ما تدري فلوس الفستانة. من جد على مقاسها. أحس بالنسبة لي أنا صراحة فقرة المسبح مرة كانت عفوية يعني، مع الفخامة والكشخة والشعر والميك اب فجأة كلهم بط راحوا في المسبح. بس رغم البط عادي، تخيلي شفتي الميك اب حق يومي ولا غلطة، ما أتحرك ولا غلطة. واللي سوى لها الميك اب بسام فتوح، واستخدم من البراند حقه، أهنية صراحة. ولا شيء، ما في ولا شيء أتحرك. طبعا نبدأ بأحلى فقرة عندي، الإطلالات. متحمسة أوريكي. نبدأ أول شيء بالعروسة أكيد. شوفي فستانة من نيكولاس جبران. أوه ماي جاد، مرة أتعدى الخيال عارفين يعني. هذا اللي هي نطت فيه في المسبح ولسه زي ما هو لما خرجت. طيب الإطلالة الثانية اللي هي أختها نوني من زياد نكد، كتكوت حلو كلاسي مرتب. بس يومي طبعا كان أحلى. العروسة لازم تكون أحلى واحدة، وهي اللي أوفر وكذا، كانت قاعدة تلقلق يعني، كان حلو. وأختها رين لابسة فستان يعني اللون مرة حلو عليها. شوفي اللون حلو بس الديزاين ناتريلي. فوز الفهد كانت لابسة من إلي صعب، والعقد من إرميس. شوفي الشنطة مرة كتكوتة صغيرة، مرة كده. الشنطة حلوة بس تحط فيها نيتي هذه. أيوة نيتك، تحطي فلوسك، ثروتك اللي على قد الحال. اللي على قدي هذه حرفيا. صراحة عجبني، هو مو مرة ستايلي بس حلو عليها، حلو على فوز الفهد صراحة. بس مو قد يومي. شفتي العقد؟ واو. حبيت صح مرة فخم. طيب نجي لإطلالة دكتورة خلود، كانت من إلي صعب. حلو الأسود عليها. إلي صعب هذا كسر الدنيا والله. نايس، لايق عليها. أيوة لايق عليها. هو أحسه من جد ما يسوي شيء إلا هو لايق على الإنسان. شفتي مرمر يعني إطلالتها مرة حلوة. اللي صعب obviously مرة كتكوت شكلها. حبيت إن هي يعني لما شعرها، لأنه كان في الوشاح اللي هنا، فيعني 10/10.
نهى نبيل طلعتها من فوق كلازت. ترى لما شفت الفستان على الموديل ما عجبني، بس لما شفته على نهى جسمها ما شاء الله كمان يعني ماخذ على الفستان صراحة. أيوة بنتها دانا لابسة من زمرمان، مرة كيوت. حبيت إنه هي لابسة الرفز من الترند، يعني كتكوت، هي كتكوتة أصلا. حبيت إنه جات معاها يعني. هو مرة كيوت صراحة، اداني فايب كده العصر الفيكتوري شوية، بس على مو مرة منفوش يعني إيطالي وفي شيء تاريخي. راغدة يونس هذه حرفيا يا جماعة كل ما أشوفها AI، يعني مستحيل، يعني ما شاء الله تبارك الله جمالها وكيف يعني تتصور وإيش تلبس. طبعا لابسة من براند أختها جيانا يونس، يعني اللون حلو كلها AI، ماني قادرة مرة حلوة ما شاء الله. هذه وربي AI مستحيل مرة. اللون مرة يجنن، كل شيء حلو. واو. فمريم الياسي شوف طلعتها، هي كتكوتة، الميك اب حلو، شعرها حلو، بس الفستان أحس يعني مش ستايلي أنا. ايوه ظلمها الفستان مرة، أحسه مو لايق عليها. ايوه صح، بس حبيت الرجل الاحمر الكسره. فرحانه بودي لابسه من براندها فيوري، يعني اللي لفتني مره الهيلز مع الفستان مره حلو، يعني كذا حسيت ماشي مع بعض. شكلك تكوت الفستان كده مرة كيوتي. ايوه كده بنوتي مرة كده وجد حركات تسرسر. just a girl. سارة عصام يعني الصراحه لابسه من شنطه الترند اللي هي تكون طويله، والفستان الدانتيل برضو من ضمن الترند. ترى اللون العودي مرة حلو عليها، مرة مع لونها ما شاء الله. أحس ده أحلى لون شفته عليها صراحة من طلعتها، صح؟ مرة حبيت. 10/10. قبل لا نبدأ نتكلم عن الفرح، أنا حقول لكم ليش هي اختارت يوم 7. عشان يوم 7 أصلا اليوم اللي هم تقابلوا فيه، وبرضو عشان حماتها تزوجت في هذا اليوم، فاليوم هذا له معنى. مع أنه ناس كتير قالوا لها ليش يا يومي ما اخترتي يوم 8 يعني it's a powerful number. فهي قالت لا، هذا اليوم يوم 7 meaningful for her. كل 7 أصلا يسوي الانيفرساري، كل 7 أيوة، كل شهر يوم 7 هم أيوة. بيعملوا انيفرساري، يعني صار كيوت. واو. الفرح صار في الفيلا المملوكة للعائلة الإيطالية إيبرا. وسمعتي إنه ترى ما يختاروا أي أحد، يعني لما حد بيسوي أفراحهم أو شيء زي كذا يختاروا الأشخاص ترى بعناية، فيعني الموضوع مو سهل، يعني مرة ما يجي بالساهل. حبيت. شفت التناقض اللي صار على موضوع البلاك تاي والدريس أيوة. كود، مرة غريب. طب يعني أنا أفهمك اللي أنا فهمته. يلا قولي. تمام. في ناس يقولوا as a black tie للرجال يعني يلبسوا بدلة سوداء، تمام، وللبنات يعني هي بس كلمة black tie إنه البس الشيء فخم وحلو بس أي لون. أنا شفت حتى أنا بس شفت فيديوهات إنه ناس قاعدين يتكلموا اللي راحوا يعني من الجست إنه لا تلبس أسود، فممكن صار سوء تفاهم، لأنه شفت أوكي في كثير لابسين أسود بس في ملون كمان، فممكن إنه بعضهم حب إنه يمشوا مع البلاك تاي وإنه يلبسوا أسود. تخيلي أحلى فقرة يعني شفتها وسمعتها وكل حاجة في الحياة، انزفت يومي على أغنية لانا ديل ري Young and Beautiful. ترى ما تدروا قديش أنا أحب الأغنية، وما تدروا قديش إنه أنا نفسي يعني أبغى أنزف بيها بدون عريس، يعني إن شاء الله يا رب تنزف فيه. أنا خلاص أسوي لك فرح فيك كده وأزفك عليه. بس بحقق هذه اللحظة. مرة أحب لانا ديل ري، يعني اختيارها ذويقة. لا يومي من جد 10/10. شفت الخاتم 15 قيراط بقيمة 3 ملايين، يعني ما شاء الله الحجر ما شاء الله تبارك الله. كبر راسي. اي والله انه من جد حققي كبر راسي. ما شاء الله مرة حلو. اكتر شيء ضحكني صراحة لما قاعدة تضحك وتقول له I swear في الغنى والفقر، يعني كأنها كانت مستقصدة. يا عمي اصلا يومي ما شاء الله يعني شايلة نفسها واحسها اغنى منه. الصراحة هو صراحة يعني ما تحتاج ما شاء الله عليها. ايوه فشكله تحبه صدق. جاء الشيخ ما شاء الله، فجأة في شيخ أنا ما كنت أدري إنه هو مسلم وهي مسيحية، فيومي ما شاء الله تبغى تواكب الموضوع فصارت يا رب أنا إيشي مع زوجي زوجي إنه مهما كانت إيش ديانتها هي من جد بتحترم الديانة الثانية. بس أقول لك حاجة، شفتي قرهان إيش قاعدين يطلعوا عنه الفيديوهات اللي انتشرت عنه؟ البري ويدنج وفي الويدنج عصب، يعني عصبية مبالغ فيها، فيقولوا إنه طلع العرق التركي ويعني العصبية الزايدة، إنه معروفين الأتراك إنه دائما يكونوا عصبيين ومتشددين كذا، يعني في العرق دساس يا حبيبتي إلا ما يطلع. هل تقدري تتقبلي تتزوجي واحد عصبي؟ صراحة حتى أنتوا اكتبوا لنا في الكومنت. صراحة يعني أنا عصبية، فليش أجيب واحد عصبي كمان؟ ممكن النارين على ما يجي قنبلة.
طبعا حمات يومي مرة كيوت من عادات الأتراك. لبستها حزام وإسورة من ذهب، مرة عجبني شكل الحزام، كتكوت كان عليها. صراحة الأتراك عندهم عادات وتقاليد رائعة، بالذات لما كنا أغنياء. قلت له كان ذهب. إيه. واللي أحيوا الفرح ملكة الإحساس إليسا وهيفا وهبي، يعني كومبينيشن رائع حقيقي. طبعا لا ننسى المغني التركي المشهور إبراهيم تاتلسس. يا حبيبي أخذ، يعني هو يعتبر في تركيا الأعلى أجرا، قاعد في الكرسي قاعد يغني بنص مليون. أنا كمان إيزي قاعد عنده المايك. ويومي لما كانت تغني مع إليسا المشاعر غمرتها حرفيا، وجلست تبكي. وزوجها، شفت زوجها مرة يضحك، أخذ المنديل يا جماعة وكل شوية يمسح ويوم يتوخر هو يرجع يمسح لين ما يوم أخذت المنديل ورمته. خلاص سيبني أعيش. أبكي براحتي لو سمحت. مرة يضحك صراحة. طبعا يومي طلعت في فيديو مع هيفا وهبي وقاعد تقول إنه هي الآيدول حقتي، وإنه أتعلمت منها الذكاء، وإنه مرة تحبها، وإنه كان حلمها إنه تجيبها في فرحها وحققته. مرة كيوت مرة. بس إنه كيوت، غنوا مع بعض، رقصوا سوا، الفايبس حقتهم كانت حلوة. يا طبعا حياة قلبي وكذا، يا ريتني معاهم بس. اي والله. فقرتي المفضلة كالعادة الإطلالات حقت الفرح. طبعا يومي لبست 3 إطلالات وكل واحدة أحلى من الثانية. بوريك الأولى، هذا حق الفرح، فستانة أكيد حيكون من دولتشي جابانا. Oh my god. وكنت حاسة، قولي ليش؟ عشان البري ويدنج كان التوزيعات كلها من دولتشي جابانا فيني. of course. الطرحة مرة خيال، مرة كيوت، إنه حطت حرف الواي والجي عشان يومي وقرهان في الطرحة. مرة كيوت. حب الديتيلز هذه. والعقد حقها من نصولي كان فخم. طبعا الإطلالة الثانية من نيكولاس جبران، شوفي الدمار، يعني مو طبيعي. هذا أحلى فستان يعني شفته في حياتي يمكن. حبيت الكم، حبيت الأشياء هذه. واو، هذه الآدمية كيف كذا؟ ما أدري كيف كذا يا أخي، عليها ذوق مرة حلو صح؟ من جد. أحلى فرح، أحلى لبس، أحلى ناس فيه، أحلى فقرات فيه، فقرات غريبة عجيبة. أي والله، رسام على مدري الأشياء، شيء من جد مرة واو. الإطلالة الثالثة حقتها كتكوتة، لبست هي الوحيدة اللي فستان قصير، شوفي كان كده سيلفر مع الهيلز، كان كيوت. هذا على نهاية اليوم عشان تاخذ راحتها وتنبسط وترقص وكده. طبعا يعني خلي الآدمية بدل ما تطيح يعني من جد. بس عارفة إيش اللي لاحظته؟ إنه كل الفساتين اللي لبستها القصات كلها متشابهة في بعض، إنه كيف هي كذا من هنا ناحية الوسط، إنه رسمة الكورسيه وكذا. يعني هو صراحة يا ريتها لو سوت شيء من جد مختلف شوية، إنه كله زي بعض، هو كله حلو، كله زي بعض، بس يا طويل يا قصير يا كوم يبدو. أيوه بالضبط. أخوات يومي رين ونوني، أسمائهم كلها كيوت يا جماعة. مرة. يومي نوني سوسو الأم سوسو، تخيلي والله. إطلالتهم الاثنين الفستان الأسود من زهير مراد، شوف الإبداع. هذه نوني، هذه رين. أوكي واو. والله مرة واو صح، مرة حلو. إطلالتها في الفرح أحلى من في البري ويدنج. صح أتفق، هذه كيف مخليها فخمة. الأسود دائما فخم يا جماعة. بس نوني عندها إطلالة تانية من صادق ماجد، حسيت إنها أحلى من الإطلالة الأولى، لأنه بلينج بلينج. أنا أي شيء فيه له واو، نفسه أي شيء يلمع يلق من بعيد بلينج أحبه. لا أستطيع تحمل ذلك. It's too much on me. شفتي فاز الفهد لابسة من رامي كادي، اللون لوحده قاتل. واو صراحة اللون من جد يدي كده فايب بحيرة، وقع عند البحيرة. بالضبط. إطلالتها الثانية من ديفيد كومو، أو ماي جاد ما أتحمل. أصلا الصورة حلوة، والشنطة حبيت إنه سوت أحس فيها كده من جد حياة رائعة جدا. دكتورة خلود من اللي صعب مكسر الدنيا حرفيا. كنت كوت عليها، بس أحس الإطلالة الأولى في البري ويدنج عجبتني أكتر من هذا. أيوة صراحة ما أدري، اللون ما عجبني، أحس مو مناسب سكين تون حقها. هو ده نفس لون جلدها، فكأنها ما أدري إيش مسوية. أيوة. مرمر من سارة مراد، يعني شوفي مرة حلو شكلها، كأنها ميرميد الصراحة. وين دقيقة، من جد كأنه هذا عامل أيوة. عامل إنه هو كده حق الميرميد. نهى نبيل لابسة من براند لبرج وزة. جوازة. وي وي بقول
المهم اللون برضو قاتل عليها، بس الغرة عليها والغلطة صراحة. مرة حبيت الغرة عليها بشكل مو طبيعي. اي ماما السيتا والله سيجاريتا. اهلا ماما السيتا. اما مامي مامي. اما مام. طبعا دانا جات وكتكوت كان سمبل بسيط ناعم، يعني لا يقلع، لا بق لها. اللون بارد ف كيوتي. كيوت صح. جيت عند حب حياتي رغدة يونس. ووو شوفي الاي ايوه الاي لابسه اكيد من جيانا صلاتي يونس. على النبي، صلاتي على النبي، ايش هذا؟ ماني فاهمه. ميك اب، شعر، فستان، شكل، جسم، كل لون. بشرة، لون. بتاع كله. يا الله يا الله، هذه الأدمية مو حقيقية. مريم الياسي. الالوان اللي لابسينها في الويدنج حلو، فاتحه بيربل التيفاني. الصراحة هو حلو الفستان وكل حاجة، بس احسه عادي. ايوه فرحانه بودي كالعاده، يعني شوفي كالعادة يا سعادة، فرحانة. واو. فعلا فرحانة. فرحانه حتى احنا فرحتينا معاكي. فرحانة بكل شيء. ورند حجاج لابسه من دايزي شار، شوفي فخمه الصراحه. واو. صراحة الفستان من جد كده له ستايل يونيك، مو زي الباقيين. عصر فيكتوري حتقولي؟ يعني مديني فايب شوية بس. وبعدين اوه ماي جاد، شفتي فرح الهادي؟ هي لابسه من برادا، بس الصورة اللي هي مع عقيل وولدهم آدم مرة كانت طعمة، يعني حتى هم لابسين الماتشين شوز من تحت مبين اللون الأحمر. كيوتي. هو حلو برادا، بس أيوه. إنه سيمبل. شوفوا الصورة هم مع بعض مرة كيوت. آدم مرة حبه، مرة لا أوكي، الصورة مرة كتكوتة، مرة غيرت رأيي في الأول. صح. هو أنا حتى أنا. بس شفتي نور العماري كلهم انصدموا إنه لابسة فستان وهيلز، إنه هي دائما مش يعني معروفة تلبس سوتس وزي كذا. بس معليش نورة، ليش مو من أول مرة شكلك ياخذ العقل؟ شوفي واللون الأصفر مع لونها. أي. واو 10/10. طيب حب حياتنا هيفاء وهبي لابسة من روبرتو كافالي. هي اللي محلياته يا جماعة. هيفا يا هيفا، هذا الفستان اللي كانت حتطيح فيه لكن ما طاحت، صح، لأنها رائعة. وريم الأشرفي يعني الصراحة مخليها كذا عرفتوا كذا إليجنت فخمة، اللي كذا من الجنب كذا مرة سكسي. ماما سيتا. وبكذا غطينا البري ويدنج والويدنج لزواج يومي الرائع، مع الإطلالات ومع اللحظات العفوية الرائعة. عشان ما نطول عليكم، اكتبوا لنا أي أكتر إطلالة عجبتكم، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب أكيد، ونشوفكم في حلقة تانية من بودكاست. باي.